أشعل نائب أسترالي النار في نهر احتجاجا على إلقاء نفايات الميثان الناجمة عن تقنية لاستخراج النفط والغاز تدعى التصديع المائي في الأنهار والمجاري المائية، بحسب ما أظهر مقطع مصور انتشر على صفحات الإنترنت. واستخدم هذا النائب من حزب الخضر جيريمي بوكينغهام شعالة لإضرام النار في فقاعات من الميثان تحملها مياه نهر كوندامين في شرق كوينزلاند. وقال النائب في المقطع المصور الذي شوهد مليوني مرة منذ بثه على موقع يوتيوب مساء الجمعة: أمر لا يصدق، النهر يشتعل. وتعد أستراليا مصدرا كبيرا للغاز الطبيعي، وتثير تقنية التصديع المائي انتقادات حادة من جانب المدافعين عن البيئة.